السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهاردة فيديو جديد، ومعانا النهاردة الفيديو بتاعنا طريقة عمل الكحك. تمام، طريقة سهلة بمكونات يعني حلوة جدا. هتشوفوها معايا. تعالى اقول لكم المكونات بتاعتها ايه، بس اشتركوا في القناة لو لسه بتشوفوني لأول مرة. دي ب10 جنيه لبن بودرة، وحوالي 3 معالق نشا، ريحة الكحك اللي الناحية التانية دي، كيس كريم شانتيه، وكيس بيكنج باودر، وهحط واحد بس فانيليا. وطبعا معانا الخميرة علشان طبعا الكحك لازم معاه خميرة. وطبعا سمنة، هنعمل 2 كيلو دقيق، يعني معانا كيلو سمنة. ماشي، عايزة يبقى دايب اكتر زودي مثلا 100 جرام. معانا لبن عشان هنعجنه باللبن، ومعانا سكر طبعا وملح. ماشي، انا عارفه فيها مكونات كتير، بس المكونات الزياده اللي انا هحطها دي هتفرق في الطعم خالص. يعني الكريم شانتيه واللبن البودره، ده يعني بصوا هيودوه في حته تانية. اول مره اضيف المكونات دي، بس طلعت حلوه جدا. هنبدا كده. اول حاجه احنا هنحط الايه، طبعا الدقيق ده هننخله دلوقتي، والمكونات الجافه كلها هنحطها على بعضها. بس تابعوا معايا الفيديو. تعالى انا اقول لكم هنعمل ايه. اول حاجه هتجيبي قطعه الخميره اللي انت هتحطيها. بصي قد القطعه اللي انا هحطها كده، هي ولا كبيره ولا صغيره، متوسطه. هحطها في الكوبايه، احط عليها 3 معالق سكر، واحط عليها اكملها ميه، وادوبها بقى واسيبها على جنب عشان الخميره تتفاعل مع بعضها. تمام. بعد كده هنجيب طبعا زي ما قلت لكم، ده اللي عندي اللي قدامكم ده لبن بس طالع من التلاجة. فطبعا ما ينفعش احطه على العجين وهو ساقع كده. فانا احط برضو مقدار كوبايه زي كده، احطها في الكنكه واحطها على النار علشان تدفى شويه. وبرضو في الوقت نفسه كنت انا حاطه السمنه، زي بعد ما فضيتها كده حطيتها برضو على النار عشان ايه، تبقى مقدوحه. عايزاها تبقى مقدوحه خالص وتنزل على الدقيق اللي هي تعمله. يعني انتوا فاهمين كده، اكنك انت بتطش حاجه، فبتبقى سخنه خالص يعني. انما انا اعملها متوسطه لان هو مش هيقعد عندي وقت طويل. الناس بتعمله بالسمنه المقدوحه عشان يقعد عندها فتره طويله يعني، وما يجراش ليه حاجه، ما يعفنش ولا كده. طبعا الدقيق لازم تنخليه كويس وتفرغي كده الهواء اللي فيه علشان يطلع هش ويبقى حلو يعني. واختاري نوع دقيق حلو. يعني عموما الدقيق اللي بيبقى المغلف اللي بيبقى في اكياس دي، بيبقى فيه دقيق متعدد الاستخدامات، وبيبقى فيه دقيق عادي تاني بقى اللي انت تقدري تستخدميه لاي حاجه، يعني للمخبوزات بقى التانية وكده. فاختاري بقى نوع دقيق حلو. ممكن في الضحى برضو جميل. في اللهم صل على سيدنا محمد سنبلة الفرات برضو بيبقى انواع دقيق حلوه يعني. هي بتبقى غاليه شويه بس بتطلع لك الجوده حلوه. هنحط بقى كل المكونات الجافه دي على، يعني بصوا على الدقيق كده. حطيت حوالي ربع معلقه ملح. احط دقيق النشا حوالي 3 معالق برضو. حطيت برضو، هحط ريحه الكحك لو عندك محلب تقدري تجيبي برضو ب5 جنيه وتحطيه. كيس فانيليا واحد، كنت عايزه احط 2 بس حطيت واحد بس. وهنحط كيس كريم شانتيه، وكمان ب10 جنيه لبن بودره. هي مش مكونات غاليه ولا حاجه، بس اقول لكم هتفرق في الطعم يعني ان شاء الله. طبعا لو انت حبيتي ان انت تعمليه بسمنه بلدي هيبقى احلى واحلى. ماشي. لو حابه تعمليه بسمنه عاديه اللي هي بتبقى جنه روابي الحاجات دي، برضه هيبقى طعمه حلو ان شاء الله. وتقدري برضه تجيبي اللي هي برضه ريحه السمنه البلدي دي، بتبقى في ازاز صغيره كده، وتحطيها برضه على دي. بصوا بقى، دي ريحه الكحك او اللبن البودره اللي لونه اصفر ده. هتفضي كل المكونات الجافه مع بعض، مع طبعا السمسم. دول 2 كيلو، حطيت حوالي 3 معالق او 4 معالق سمسم. تبقي مديهم بصوا تحميصه صغيره كده على النار، علشان بصوا زي ما انتوا شايفين كده هو متنقي كويس جدا. علشان طبعا هنخلطه في الدقيق دلوقتي. طبعا بعد ما يعني في الوقت ده بصوا الخميره في الكوبايه ما شاء الله بقت عاليه قد ايه. هنقلب الحاجات دي كلها مع بعض. وكمان بصوا بقى على السمنه كانت على البوتاجاز في الوقت ده. ماشي، هنجيب السمنه ونحطها على الدقيق، وزي ما قلت لك انت حره، عايزه تعمليها بسمنه بارده تمام، عايزه تعمليها بمتوسطه او مقدوحه على حسب انت عايزه تعملي ايه. فانا بصوا زي ما انتوا شايفين هعمل كده، وهحط بقى السمنه عليه على طول. انا كنت عامله 2 كيلو فقلت لكم انا حاطه كيلو سمنه. لو انت عايزه يعني ده هيطلع الحمد لله طلع حلو، ولا دايب ولا اللي هو، انا اصلا بحبش اللي بيبقى الدايب قوي ده، ولا هو بيبقى ايه جامد برضو وناشف وكده. فانا عملته بالطريقه دي، حطيت مثلا كيلو على 2 كيلو، يعني لكل كيلو دقيق نص كيلو سمنه. فانت بقى لو حابه ان هو يبقى دايب زياده ممكن تزودي السمنه سنه صغيره ومش كتير. كانت الكوبايه طبعا هتطلع الخميره من يعني بسم الله ما شاء الله فارت جامد يعني، فانا كنت بحطها في الطبق عشان ما تنزلش على الرخام.
طبعا اشيل المعلقه كده، وهبدا بقى انا ابست الدقيق في السمنه زي ما انتم شايفين، مش يعني مش صعب ولا حاجه، بأبسط ما يكون. هتلاقي كده الايه الدقيق بيدخل في السمنة او السمنة بتدخل في الدقيق، والموضوع سهل. طبعا لو حبيتي بقى ان انت تضعفي الكمية، يعني تبقي تعملي اكتر مثلا من 2 كيلو، فانت بتضعفي بقى، يعني بتضعفي كمية كل حاجة. يعني مثلا الدقيق 3 كيلو، يبقى مثلا هتعملي كيلو ونص سمنة، وهكذا. خلطت انا بقى السمنة مع الدقيق، بصوا بتبقى عاملة زي كده، بتضغط عليها بتبقى ايه، اكنها زي الرمل المبلول كده، حاجة ايه تتشكل معاكي. الخميره بقى كنت انا حاطه بس 3 معالق سكر، تمام. هجيب كمان معلقه سكر وادوبهم في الخميره، وتوزع الخميره بقى دي كلها. وخلي بالك ان انت حاطه كيس بيكنج باودر برضو، والبيكنج باودر بتبقى ماده رافعه يعني، يعني بايه بتحاول ان هي بتساعد ان الحاجه ايه تخمر وكده. فما تكتريش في الخميره قوي عشان ما يفرش منك، ويبقى ايه الشكل بتاعه او الرسمه بتاعه ايه بتاعته تروح يعني. ودي شكلهم بقى. بصوا هننزل بالخميره عليه هو الكل كده، ونقلبه بقى عشان كل العجينه يبقى فيها خميره. بعد كده تبدأي تعجنيه باللبن او بميه على حسب ما انت عايزه. ده كان لبن وانا كنت مدفياه، هحطه كده في الكوبايه. استخدمت حوالي كوبايتين، تمام. او ممكن كوبايتين وشويه غير كوبايه الخميره لل2 كيلو. بس انا عايزه اقولك مش كل ده مش مقدار او معيار لكل حاجه. ليه بقى يعني مش مقدار ال2 كيلو بالظبط؟ لان في انواع دقيق بتشرب ميه او بتشرب سوائل، وفي انواع دقيق تانية ما بتشربش سوائل، فدي بتختلف من نوع لنوع. فهو انت على حسب بقى النظر تبقي واخده بالك. اول ما تلاقي العجينه بدات تلم معاكي وتيجي تجربيها تلاقيها ما بتشققش، يبقى هي كده تمام، وما عنديش تحطي ميه ولا لبن ولا اي حاجه. انا بقى ايه حطيت الكوبايه الاولى وبدات الم فيه كده، هحط كمان كوبايه تانية وشويه صغيرين من التالتة، ماشي. وكنت كل شويه برضو اجربه زي ما انتوا شايفين كده، واشوف العجينه هتلم معايا ولا ايه، لحد ما كده خلاص عرفت ان هي كده تمام. خلاص بقى بنسيبها هترتاح حوالي، اللهم صل على سيدنا محمد، يعني ربع ساعة مش اكتر من كده. احنا مش بنخمره، بس بنخليها ترتاح شوية، مكان بقى انت عمالة تعجني فيها ورايحة جاية فيها، فانت بتسيبيها ترتاح شوية وبعد كده تبدأ تقطعي فيه. طبعا الطريقة سهلة مش محتاجة كلام. وعايزة اقول لكم يعني بسم الله ما شاء الله، في ناس بتعمله احلى مني بكتير جدا. هو انا مش بقول ان انا يعني بيرفكت فيه ولا حاجة، بس لما حاجة بنعملها بطريقة سهلة تقدري ان انت تفيدي غيرك بيها، ما نصعبش الامور يعني. خلاص بدل احنا يعني الحاجات متوفرة وتقدري تعمليها، بدل ما تطلعي مثلا تشتري. انا كنت هشتري بصراحة زي كل سنة، انا كل سنة مثلا بشتريه، او بشتري وبعمل مثلا كمية صغيرة وبشتري برضو. بس والله العظيم السنة اللي فاتت اللي انا كنت شارية، أنا كنت شارية بسكوت وكحك وبيتي فور، تمام. حتى هتلاقوا الفيديوهات موجودة على القناة يعني بتاعت السنة اللي فاتت. بس دي مش الكحك كده كان دايب، مش حلو، عامل زي مرمل. والبيتي 4 ما كانش مسكر قوي. فطب فليه يعني؟ احنا نقدر نعمله في البيت وحاجات ايه بسيطة ومش مكلفة. جبت المفرش كده وغطيته، وبعد كده حضرت الصواني، وهبدأ بقى ايه اشكل كده الكحك. وبعد كده هنعمله مثلا بالبسطامة او بمنقاش او اي حاجة، وتحطيها كده وتعملي الرسمة عليها وخلاص. طبعا لو معاكي لمة في الوقت ده هتبقى حلوة جدا، بس انا كنت بعمله بقى وقت الظهر. يعني بقى محتاجة مثلا اختك تبقى معاكي، صاحبتك كده، تقعدوا بقى وتحكوا. بس انا في الوقت ده بقى طبعا انا كنت عمالة اتكلم معاكم يعني ايه، وطبعا قصاد الموبايل وبصور بشم ريحته تحفة ما شاء الله. ولادي كل شوية حازم يجي يقول لي ايه، الله ريحته جميلة، وكمان شوية يقول ايه لا ملوش طعم. انتوا مش عارفين تاخدوا منه حاجة، يعني مش عارفين تاخدوا منه ايه يعني رأي على طول. المهم انا هعمل كده الصينيه دي معاكم، بتشكليها كده بتلفيها. وطبعا بصوا هقول لكم على حاجه برضو، في بيبقى حاجات زي الورده والحاجات دي كانت زمان كنا بنعمل بيها، بس دي وهي اصلا لسه موجوده لحد دلوقتي. بس هي بقى عايزه ايه، لو انت عايزه تحشيه بقى، تمام. في ناس بتحشيه مثلا مكسرات مع ملبن. طبعا الملبن ده احنا ما بناكلهوش خالص يعني، سبحان الله ما ملناش فيه. واحنا ممكن كنا ناكله بالعجوه، ماشي. بس انا قلت بدل هو كان عندي العجوه على فكره في الفريزر، بس انا كسلت ايه اطلعها، لاني بقى عايزه غلبه وشغلانه تانية وكده، فقلت مش مهم هنعمله ساده. وانا كمان شويه ان شاء الله هعمل بقى اللي هي بصوا قراقيش كده بالعجوه يعني. وكمان عملت مع الكعك ده كده ايه، عملت شويه قراقيش من نفس العجينه، بس طلعت جميله برضو.
المهم لو لسه معايا مكمله معايا الفيديو ده للوقت ده وخدت كده الطريقه او استفدت من الفيديو، عايزاك تصلي على النبي وتحط لايك كمان. اللهم صل على سيدنا محمد. ولو لسه ما عملتيش، جربي طريقتي وضيفي عليه الاضافات التانية دي، وشوفي بقى الايه الكحك هيطلع معاكي حلو ولا ايه، وقولي طبعا رايك في الكومنتات تحت. ماشي. وصلي على النبي بقى واستغفر الله سبحانه وتعالى. النهارده يوم 27. كل سنه وانتم طيبين. خلاص بقى شهر رمضان بيودعنا يعني، ما عادش فاضل فيه غير مثلا يومين او 3 بالكتير، ويبقى خلاص بقى يعني ان شاء الله يعني. يا ربنا يعود علينا رمضان أزمنة عديدة أعوام عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في أحسن صحة وأفضل حال، اللهم آمين. مستمتعة جدا والله وأنا بعمل كده الكحك وبشارك الفيديوهات دي، حاسة إن إيه دي فرحة كده يعني. أي نعم اللي هي متعبة والتنظيف للعيد والحاجات دي كلها، وأصلا الأيام دي كنا المفروض نستغلها يعني في إن إحنا مثلا نصلي عمالين، بس فعلا يعني شغل البيت كده كتير، الله المستعان يعني. بس زي ما انتوا شايفين كده، اللهم صل على سيدنا محمد، يعني ايه بنحاول بقى طول ما احنا قاعدين بنعمل اي شغلانه نستغفر ربنا سبحانه وتعالى ونصلي على النبي وبتعدي. عملتهم كده بالبسطامه وبالمنقاش زي ما انتوا شايفين. ويمكن الصينيه دي ما كانش باين فيها لاني بعد ما عملتها بدات ايه اعمل فيها، فانا بقى في اللي بعدها بدات اعمل ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، يعني كل اللي تبقى اعمل شويه وبعد كده بقى ايه اعملهم بالمنقاش او بالبسطامه على طول. وزي ما انتوا شايفين كده سهل وبسيط ومفيش في اي حاجة. وخلاص خلصنا بقى الكمية، عملتها انا بقى مع نفسي وسبته يخمر لحد فين، لحد المغرب، لعند بعد الفطار. في ناس كتير ما بتخمرش الكحك يعني وتعمله على طول، يعني بعد ما بتخلص تبدأ تسوي فيه. بس انا عايزه اقول لكم ان امي الله يرحمها كانت لا لازم تسيبه يخمر بقى كده فترة. كنا مثلا نعمله من العشاء، تاني يوم بعد الفجر كده تبدأ تسوي فيه، او بعد ما كانوا يكونوا بيخبزوا وبعد الخبيز يعملوا بقى ايه يبدأوا يسووا في الكحك كده. فطبعا انا سبته برضو يخمر فترة كده، وزي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله شكله تحفة. فطبعا ايه ما اخدش مني وقت خالص ان انا اسويه بعد الفطار على طول. بص هو عمل معايا الكمية دي، يعني ما شاء الله ال2 كيلو طلعوا معايا الاسطواني دي وشوية على الصينية الكبيرة برضو. فطبعا زي ما بقول لكم كده بعد ما فطرت على طول رحت شغلت الفرن. ماشي. قبل العشاء والله العظيم يعني في قرآن العشاء كده انا كنت مخلصه وبصلي المغرب وتمام، وكنت قفلت عليه وكمان كنت رصاه على اسطواني ومخلصه وتمام، والدنيا يعني كانت 100 فل و14. تعالوا اوريكم بقى شكله بعد ما خلص. وعايزاكم تقولوا لي رايكم فيه، والله العظيم بصوا شكله تحفه، يعني زي اللي بنجيبه من المحلات واحسن كمان، بالاضافه ان ده حاجه نظيفه بقى انت اللي عاملاها ايه بايدك. وطبعا طلع معايا الكميه اللي انتوا شايفينها دي. تعالوا بس اوريكم، بصوا دايب وكان لسه بقى طالع من الفرن وسخن وجميل. فكمان انا مش حاطه كمان كميه سمنه كتير عليه، لو انت حابه ان انت تبقى داب اكتر ممكن تزودي كميه السمنه على مثلا كل كيلو، يعني مثلا بدل ما تحطي 500 جرام حطي 600 جرام من السمنه. ماشي. وحطينا عليه سكر بودره. وخلاص كان ده الفيديو بتاعنا، هو طريقة عمل الكحك. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منه والفيديو يكون عجبكم. لو وصلت معاه للنهاية ادعوا لأمي بالرحمة والمغفرة، وادعي لأهل غزة وفلسطين ربنا ينصرهم نصرا عزيزا عاجلا غير آجل، اللهم آمين يا رب العالمين. وادعوا لي كمان دعوة حلوة في الأيام دي، ربنا يشفيني ويشفيكم ويشفي مرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. طبعا الفيديو خلص، ولحد ما اشوفكم في فيديو تاني هتوحشوني، استودعكم الله، السلام عليكم.